يلا يا باشا هات الجون التالت. 3-0 البيراميدز. يلا يلا 3-0. 3-0. حقكم. حقكم. والله حقكم. خلاص انا الماتش والله العظيم والله العظيم كنت هعمل الفيديو قبل الجول التالت. خلاص انا بس نفسي اعرف المعلق اللي عمال يقول لك والله من الدقيقه 85 الاهلي هيقدر يعمل كل حاجه في دقيقتين. الاهلي اتفرج عليه لسه ما خلصتش. اتفرج على الاهلي. وبعد ما ادى 10 دقايق قال لك لا الجماهير اللي ماشيه ترجع. ده الاهلي بيعمل كل حاجه في 10 دقايق. ده كتير قوي على الاهلي. انا مش فاهم هو انتوا بتتفرجوا على الاهلي اللي احنا بنتفرج عليه؟ يعني انتوا شايفين حاجه اللي احنا شايفينها؟ الاهلي لو قعد يلعب 3 ايام مش هيكسب. 3 ايام مش 10 دقايق. هو انتوا مجانين؟ هو انتوا شايفين ايه؟ مع احترامي لكل الكوادر الاعلاميه لكل الناس اللي بتتكلم، انتوا الاهلي اللي احنا بنشجعه كل السنين اللي فاتت ملوش علاقه باللي احنا نتفرج على الخرا اللي نتفرج عليه الموسم ده. ايه اللي احنا نتفرج عليه الموسم ده؟ انتوا جايبين الثقه في الاهلي منين؟ والاداره تقول لك احنا هندي مكافآت للعيبه، والجماهير عمال تدعمك، وكل الناس واقفه في ظهرك، وفي الاخر اخرم الخرا. كل ماتش اسفت من اللي قبله. الزمالك اداك فرصه قال لك يا باشا يلا وريني انت هتعمل ايه. قلت له معلش والله احنا ما عنديش رجاله. والله ما عنديش رجاله. هو بجد الناس مكسوفه تقول بقى الحقائق اللي احنا شايفينها في الفريق. الناس مكسوفه تقول ان احنا عملنا ميركاتو بفلوس كتير فشخ كلهم زي الزفت. ما فهمش واحد بيلعب كوره. طب انا عايز اقول لك زيزو صفقه فاشله. انت خايف تقول كده بس انت عارف من جواك ان هو كده. زيزو صفقه فاشله. بن شرقي صفقه فاشله. كعبيش اللي مش عارف جابوه منين ده صفقه فاشله. مروان عثمان اوتاكا صفقه فاشله. انت عملت ايه بالميركاتو بجد؟ انا اكتر اتنين معصبيني زيزو وبن شرقي. احنا جبناهم ليه؟ والله بجد احنا جبناهم كده في الزمالك. يعني فاهمني مين اللي ماسك ملف التعاقدات بتاع الاهلي كده وبيجيبها على اساس ايه؟ مفيش لعيبه احسن من دول. مفيش لعيبه تدينا اللي احنا عايزينه من غير ما يعني بجد والله. اصل هم من ساعه ما جم عملوا ايه؟ اصل لما حد فيهم بيجيب جول ولا بيعمل اسيست خلاص بنطلع السما وكانه عامل حاجه ما اتعملتش. ايه القرف ده؟ من ساعه ما جم دول جم لعبوا معانا الموسم ده. ايه يا عم الفشخان اللي انتوا فيه ده؟ ما شاء الله ولا خدنا دوري ولا هنتأهل اصلا ولا افريقيا ولا كونفدراليه الموسم الجاي، وطلعنا من ربع النهائي. ده احنا بنمر باوسخ موسم شفناه. احنا جبنا اللعيبه دي اساس ان هم لعيبه سوبر فشخوا الفريق. فشخوا الفريق والله. بص على زيزو النهارده. طب الماتش اللي فات، طب اللي قبله، طب اللي قبله زفت. زفت. انت خايف تقول ان انت اللعيبه اللي هي الجامده قوي دي اللي هم المفروض دي اسامي زي الخرا مش عارفين يلعبوا؟ بجد انت مكسوف؟ طب انا بقول لك الاداره فاشله. قول لي بقى سبب. انا عايز سبب. انت راجل اهلاوي بتفهم. قول لي سبب. احنا ماشيين عماد النحاس من الاول خالص ليه؟ عشان نجيب روبيرو ده النصاب اللي ده ما بيعرفش يدرب. انا من ساعه ما جه الاهلي ده ما عملش حاجه واحده صح. بعد ما شلنا روبيرو جبنا المعلم عم حزلقه اللي احنا جبناه ده. عم فشخه. عم زرطه اللي من ساعه ما جه عمال يزرط في الاهلي. عماد النحاس يدوس على وشهم كلهم. احنا بقى الاداره بقى مش ما كانش عاجبها عماد النحاس في ايه؟ فراحوا يجيبوا اتنين اوسخ من بعض. كل حاجه عندك زي الزفت في الاهلي. ايه القرف اللي انا بتفرج عليه ده؟ ايه القرف؟ الزمالك حقه ياخد دوري. حقه ياخد دوري. انت الزمالك اللي بيعمله ده صعب. صعب. وانت النهارده اتاكدت بنفسك ان هو صعب. صعب. انت معاك افشخ لعيبه في افريقيا وادائك اوسخ فرقه في افريقيا. هما باقل امكانيات كسبوا الفرقه اللي فشختك النهارده. لحد دلوقتي ودي 99 3-0 والماتش يخلص 3-0. احنا اتفشخنا النهارده 3-0. الزمالك كسبتهم. الزمالك اللي بتعمله مش سهل. وصلوا نهائي كونفدراليه واحنا عمالين نتريق عليهم. طب كنت تعملها انت. كنت تعملها انت. وصل افريقيا عدي بس من ربع النهائي. فلا ما تقعدش تتريق وتقول لك الزمالك بالحظ وبالحكام. لا احنا اللي تعبانين. احنا اللي فرقه ملط. احنا اللي فرقه ملط. انت اللي بتتفرج عليه النهارده ده احنا ملط. انا اول ما بيراميدز جاب فينا الجول الاول قلت خلاص خلصت. تريزيجيه جاب الجول الاوفسايد قلت ها ممكن يعني ممكن اللعيبه تحس على دمها شويه. بعد كده جابوا التاني في التالت. احنا فرقه والله العظيم ما نستاهل ننافس. والله ما نستاهل اي حاجه. احنا فرقه مهزأه ما في راجل في الملعب. والله العظيم الناس مكسوفه وخايفه تقول الكلام ده. احنا عندنا لعيبه بملايين معاهم ملايين كلهم ما فيهم واحد بيلعب كوره. كلهم ما يستاهلوش ولا دعم جماهير ولا مرتبات ولا مكافآت ولا يستاهلوا اي حاجه. والمدرب ده زارطه البيضه زارطه اللي مش عارف منين ده. ايه ده؟ ده ماتش؟ ده ايه القرف ده؟ ده موسم على الاقل اوسخ موسم تقريبا انا اتفرجت عليه في حياتي. انت فاهم؟ احنا هنخلص الموسم ده عايزين نمسح كل ده خلاص بجد. احنا عايزين ندلق في مخنا ميه نار عشان ننسى نعمل موف اون من الخرا. كل ماتش ضغطنا يعلى ونبقى مش قادرين وعمالين نزعق ونقول دي لعيبه وده اداره وايه القرف وايه الخرا ونقعد نشتم كل ماتش. احنا ايه يا عم بنشجع ايه؟ احنا ايه بنشجع؟ ده مش نادي. ده كشك عربيه بطاطا. ده مش نادي اهلي ملايين ومليارات. عربيه بطاطا. كل ماتش كده
كل ماتش كده من وسخ لاوسخ. مبروك للزمالك على الدوري، والله مبروك للزمالك على الدوري. اديك دلوقتي عرفت الزمالك بيعمل ايه وصعب ازاي. انت اهلاوي وانا اهلاوي، كلنا متضايقين على اللي بيحصل ده، بس دول لعيبه والله بجد ما تشجعهمش. دول لعيبه ما فيهم واحد يستاهل. يلا ورينا السنه الجايه، ورينا بس السنه الجايه تلعبوا ايه. والله شوفوا انتوا السنه الجايه عمالين يقولوا الاهلي هياخدوا الاهلي هياخدوا خدوا الاهلي، خدوا. الناس اللي كانت واثقه في الاهلي ان هو هياخدوا الدوري خدوا. اتفرج على الاهلي وهو بياخده. خدوا كل فرقه بتيجي بتديهولنا. اتفرج واتبسط. اتفرج. اوسخ موسم في التاريخ.